المرأة، إنه من يغيب في كثير من الأحيان المرأة الذي يعتبر أنه من حقه المرأة والتي تلحق ضررا بها وتقلل من شأنها وقدرها في المجتمع، حيث يحرمها من المشاركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي وفق حقوقها المنصوصة في القانون. ووسائل العنف ضد المرأة متعددة، فقد يكون عن طريق التهديد أو الاستغلال أو الخداع أو التحرش أو إنقاص من إمكانيات المرأة العقلية أو الجسدية، وقد يكون عن طريق إهانة كرامتها والتقليل من احترامها لذاتها، أي العنف قولا وفعلا. أسباب العنف ضد المرأة: تعتبر المرأة نفسها هي العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها وله واعتبار التسامح والخضوع والسكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي أكثر فأكثر. السرقة أو التحكم بأموال المرأة وحقها من الغير، أو إساءة استخدام مواردها المالية دون أي تفويض منها وتعليق تحت أنها غير قادرة على إعادة نفسها. العنف الروتيني، أي إجبار المرأة على اعتناق ديانة أو تبني معتقدات مخالفة